عايز احط نفسي مكان الكابتن حسام حسن قبل كاس العالم، تشكيل الاسئله في كاس العالم، خصوصا ان الكابتن حسام حسن جرب تفاصيل معينه في اخر 3 ماتشات تقريبا كلهم مش متواجد فيهم لاعب لازم يكون اساسي في الفريق، واللي هو محمد صلاح. مش اساسي لمجرد ان هو محمد صلاح اسمه مثلا كان تقيل في فتره معينه فلازم تديله في اواخر مثلا مسيرته وان هو مش جاهز وما يستحقش يكون اساسي. انا وجهه نظري الكلمه دي ممكن تكون ليها شقين. الشق الاولاني انك بتحاول تقيم صلاح على قد ما تقدر بانه ما بيأديش في المنتخب زي ما بيأدي في ليفربول، او على الاقل خالص قبل السنه دي مع ليفربول ما بيأديش ادوار دفاعيه مع المنتخب وغيره. لكن هتبقى اكيد مليون في المية احنا متفقين ان بروفايل محمد صلاح وامكانيات محمد صلاح وجوده محمد صلاح مختلفه تماما عن باقي جوده اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر واعلى، ولمسه من محمد صلاح هتفرق كتير، ولمسه بسيطه جدا ممكن توصل اللاعب لانفراد. فبالتالي احنا قدام خيار مهم جدا اللي هو لازم صلاح يكون متواجد في الملعب. وعندنا مشكله مهمه جدا برضه صعبه جدا على المستوى الدفاعي ان هو محمد صلاح في الناحيه الدفاعيه مش بيأدي احسن حاجه، ونفس القصه برضه ان محمد صلاح وجوده في العمق مختلف عن الطرف. لكن الكلام ده كنت ممكن اكون متفق معاك فيه ان محمد صلاح في العمق اقل بكتير من الطرف في الفتره اللي قبل محمد صلاح يتحول من لاعب بيسجل اهداف للاعب بيصنع وبيسجل. عشان كده انا وجهه نظري ان محمد صلاح هيأدي في عمق الملعب عادي جدا بالجوده المطلوبه منه، لانه خلاص زي ما تقول وصل لمرحله من النضج في اخر فتراته ان هو يتساعده ان هو يلعب في اي بوزيشن، لانه خلاص قرا الملعب، لانه خلاص بيلعب من لمسه واحده، لانه خلاص ممكن يوصل الكره والكره جايه متحركه ويقدر يخليها تاخد السويرف بتاعها وهي متحركه عشان توصل في المكان المناسب للعبه اللي كان بيعملها كتير جدا ميسي مع جوردي ألبا. صلاح وصل للمرحله دي ممكن ما يكونش بنفس الجوده بتاعت ميسي، لكن على الاقل خلاص متقاربه مع جوده ميسي في الباص ده. فدلوقتي انا عندي خيار مهم جدا للكابتن حسام حسن وهو بيعمل تشكيله منتخب مصر في 5 ادوار لهم علاقه ببعض ولهم علاقه بالتالي الاسماء اللي تكون متواجده في الماتش او حتى اللي هينزلوا بدلاء. ال5 ادوار دول دورين منهم لهم علاقه او دور منهم له علاقه بالمهاجم اللي هو المهاجم الوهمي او الفولس 9، والدور الثاني له علاقه باللاعب صانع اللعب اللي يكون شادو سترايكر، والدورين الثانيين لهم علاقه بلعيبه وسط الملعب سواء كان البوكس تو بوكس او الكارليرو، ودور خامس له علاقه بالاظهره الاتاكينج فول باك. وليه انا قلت كلهم او ال5 ادوار دول لهم علاقه ببعض ولهم علاقه بالاسماء المتواجده في الملعب، لان كل واحد فيهم وجوده في الملعب بيأتي ثماره او بيكون له مهمته متواجده بسبب لاعب معين. يعني ايه مثلا الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني الاتاكينج فول باك لازم يكون موجود لاعب في وسط الملعب يأمن له ما هو بيهاجم، يأمن له الطرف، وبيكون ده دور اللاعب وسط الملعب الكارليرو اللي هو اللاعب اللي ما بيتحركش بصوره طوليه او بصوره عموديه، بيتحرك بصوره افقيه علشان يأمن الحاله الدفاعيه، يعني له دور دفاعي ملوش دور هجومي. والدور الثاني له علاقه لما بيكون عندي مش الاتاكينج فول باك مش موجود او ادي دور للفول باك ان هو يكون كلاسيكي او ليه ادوار دفاعيه بس. فبالتالي هنا انا لازم يكون ادي حريه اكتر للاعب ثاني يزود لي الحاله الهجوميه عشان اعمل التوازن الهجومي والدفاعي، ما يبقاش عدد المدافعين 6 وعدد المهاجمين 4، لا يكون عندي ال5 مدافعين و5 مهاجمين. فبالتالي لازم يكون عندي المهاجم هنا او الوسط ملعب بيكون بيتحرك بصوره طوليه بوكس تو بوكس، يامن الحاله الدفاعيه وفي نفس الوقت يامن الحاله يدي لي دعم في الحاله الهجوميه عشان يكون عندي حاله توازن. دي نقطه مهمه جدا، وده دورين لهم علاقه ببعض او 4 ادوار لهم علاقه ببعض، الفول باك الكلاسيكي او الاتاكينج فول باك والبوكس تو بوكس والكارليرو، يعني الكارليرو مع الاتاكينج فول باك والبوكس تو بوكس مع الفول باك الكلاسيكي. نيجي نبص برده على دورين مهمين جدا، هو دور الفولس 9 وشادو سترايكر. الدورين دول لازم يكون الاثنين موجودين في الملعب عشان تقدر تقوم بالايجابيه من المهاجم الوهمي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما جوارديولا حول ميسي لفولس 9 وان هو بينزل يدعم وسط الملعب ويعمل زياده عدد في وسط الملعب، بدل ما يكون مثلا 3-على-3 يبقى او 3-على-2 يبقى 4-على-3 او 4-على-2، فيدي تفوق في وسط الملعب وتقدر تدرج الكوره وتقدر توصل للثلث الثالث بارتياحيه تامه، ويبقى عند اللاعب اللي مع الكوره بدل خيار 2 في ان هو يباص الكوره ويوصل للفري مان. فبالتالي لازم نجني الثمار ده بان لما الفولس 9 بيتحرك من مناطق الخطوره اللي هي المنطقه اللي فيها قلب الدفاع، لازم يكون عندي لاعب يؤدي له الدور ده. يعني الحركه اللي هتحصل من سنتر باك لما يتحرك مع الفولس 9 لازم انا استغلها بلاعب شادو سترايكر، بلاعب بيجي من صناعه اللعب، بلاعب دوره شادو سترايكر مش دوره تروكوارتيستا او انجلش ان هو اللي بيحرك اللعب ويوصل للمهاجم الكلاسيكي او المهاجم التارجت مان او المهاجم البوشر، لا ده لاعب بيتحرك للمساحه اللي خلقها له الفولس 9.
فبالتالي الاثنين دول لهم علاقه ببعض. وبروفايل الشادو سترايكر ليه علاقه برضه بالاتاكينج فول باك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لما احرك الفول باك يكون له ادوار هجوميه، فبالتالي لازم الشادو سترايكر اللي هو هيبقى مكان دلوقتي المهاجم اللي هو هيكون في منطقه الجزاء لازم يكون بيجيد الراس، لان انا مش هطلع الباك ويعمل عرضيات على لاعب موجود في منطقه الجزاء ما بيجيش ضربات الراس، يبقى انا كده بعمل لا شيء. فبالتالي لما ادي ادوار للاتاكينج فول باك لازم يكون بروفايل الشادو سترايكر بيجيد ضربات الراس. علشان كده التشكيله من وجهه نظري لها علاقه ببعض. راس المرمى مصطفى الشوبير ده ما فيهوش اختلاف، لان مصطفى الشوبير من ناحيه التصديات فهو عالي جدا، ومن ناحيه الخروج بالكره فهو اعلى حارس من المتواجدين في مصر حاليا، مش في الاربعه بس، في مصر كلها. والاثنين السنتر باكات لازم يكون في واحد كفر ديفندر، ولازم الثاني يكون ستوبر. والستوبر هو ياسر ابراهيم اللي بقى له فتره كبيره جدا بيلعب اساسي مع النادي الاهلي، ونفس القصه برده مع منتخب مصر مع الكابتن حسام حسن. وتيجي على كفر ديفندر فدي بقى بتاعت حسام حسن في التدريبات، يقدر يشوف هل محمد عبد المنعم جاهز من 100%. هل محمد عبد المنعم، لو محمد عبد المنعم جاهز اديله ماتش البرازيل خلاص طمنا عليه، وتطمن انت ذات نفسك، ومحمد عبد المنعم يطمن على نفسه. لو محمد عبد المنعم شايفه مش جاهز من 100%، ادي لحمدي فتحي ماتش البرازيل، ويبقى عبد المنعم على فترات ممكن ينزل لو لا قدر الله حصل اصابه لحمدي فتحي، او حتى يكون برضو اللي بيبقى بديل لحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم هو حسام عبد المجيد. فده 3 لعيبه ككبر ديفندر، وعندك 2 لعيبه برضو كلاعيبه ستوبر اللي هو بتتكلم على ياسر ابراهيم وعلى رامي ربيعه. عندك بقى الاثنين الاظهره محمد هاني وفتوح، الاثنين ليهم ادوار مختلفه على حسب اللعيبه اللي هقول لك قدام دلوقتي. انا مش بحبذ قوي في مصر انك تدي الحريه الاثنين الاظهره ان هم يتحركوا، وتحول لاعب من لعيبه نص الملعب هو اللي يبقى ثالث في قلب الدفاع، وتنزل لعيبه من لعيبه المفروض في منطقه الهاف سبيس او الادفانس بلاي ميكر انها تنزل وتامن منطقه الجزاء، لانها هتبقى كده فيها ادوار مركبه كتيره في الملعب. فبالتالي لازم يكون لاعب من لعيبه الاظهره يبقى ليها دور دفاعي صرف، هو فول باك كلاسيكي، والظهير الثاني يكون ليه ادوار هجوميه. ففي الوقت ده الظهير الهجومي فيهم الافضل من وجهه نظري هو فتوح، وعرضياته ممكن تكون افضل من محمد هاني، حتى لو محمد هاني في اخر فتره بيعمل عرضيات كويسه، لكن من وجهه نظري فتوح افضل. وممكن استفاد بمحمد هاني في فتره من الفترات، علشان تريزيجيه اللي بيجي بيلعب بضربات راس اكتر، فدي ممكن تكون يعني تحاول تفاضل ما بين الاثنين. وليكن احنا هنطلع فتوح ناحيه الشمال هو اللي له دور الاتاكينج فول باك، ففي الوقت ده لازم الاثنين لعيبه الوسط ملعب او الديفندرات لازم يكون في واحد منهم دور الكارليرو، وهو هنا مروان عطيه، يعني حركته بتكون عرضيه نص الملعب بالخط، يعني حركته عرضيه، له دور دفاع بس عشان يامن ورا الفول باك. واللاعب الثاني هو هولد ميدفيلدر، وهو هيكون مهند لاشين، اللاعب اللي هيكون ثابت دايما قدام قلبيه الدفاع عشان يامن حاله الريست ديفنس او يامن الهجمات المرتده اللي تحصل من الخصم، وتخلي تريزيجيه هنا في مناطق الهاف سبيس او يعمل ثنائيه ويعمل روتيشن بينه وبين فتوح. ولازم الشادو سترايكر في الوقت ده عشان تعمل عرضيات وتستفاد من فتوح لازم يكون مصطفى زيكو اللاعب اللي بيجيب ضربات الراس وبيقدر يلعب في منطقه او بدور الشادو سترايكر، واداها في ماتش روسيا. وطبعا الفولس ناين هيكون مرموش، الجناح اللي هيكون ماسك الخط يمه اليمين اللي مش هيكون له ادوار دفاعيه كتير هيكون هيثم حسن. ووجود صلاح اللي ما بيجيش ضربات الراس وهيكون هو الشادو سترايكر واللي هيفيدك في الضرب بالكره، لازم يكون الاثنين الاظهره في الوقت ده ليهم ادوار دفاعيه فقط لا غير. فول باك كلاسيكيين، واحد فيهم هيطلع مع وسط الملعب اللي هيكون جنب مروان عطيه او مهند لاشين، وهيكون في الوقت ده مهند لاشين او مروان عطيه بدور الانكور مان او الهوند ميدفيلدر يكونوا ثابتين قدام قلبيه الدفاع. في الوقت ده لازم يكون اللاعب الثاني جنب مهند لاشين او مروان عطيه لازم يكون بدور البوكس تو بوكس، وافضل لاعب في الدور ده في مصر امام عاشور. وفي الوقت ده هيكون عامل توازن الناحيه الهجوميه والدفاعيه، وهتكون بتستفاد بكل اللعيبه بكل الادوار وبتلعب بالامكانيات المطلوبه. يعني انت لما بتلعب بالبوكس تو بوكس وبتلعب بصلاح شادو سترايكر، الوقت ده انت توصل للمهاجم بباص وتضرب بالكره، مش هتعمل عرضيات عشان صلاح ما بيجيش ضربات الراس. في الوقت اللي هيكون معاك مصطفى زيكو لازم يكون عندك لاعب من لعيبه الاظهره هي اللي تتقدم، وبالتالي لازم يكون عندك لاعب من لعيبه وسط الملعب بدور الكارليرو ما بيتقدمش عشان يامن الحاله الدفاعيه، وتكون انت كده عامل عمليه الريست ديفنس زي الكتاب ما بيقول، وعندك الدعم المناسب جدا للحاله الهجوميه. ان شاء الله منتخب مصر يقدر يعمل حاجه في كاس العالم، وان شاء الله حسام حسن يكون ده فكره، عشان ده من وجهه نظري هو المنطق المناسب لمنتخب مصر بالسكواد الموجود.